بص بقى حضرتك المكان اللي احنا ايه عايزين نكسر فيه. بلاش الخط ده كده عشان ده فيه الكهرباء. خلينا نكسر في الحته دي كده لهناك. كده هنا كده مكان سيخ على طول. اوكي تمام كده. ماشي. طيب احنا عندنا برضو عمود مفرقع زي ما انتم شايفين كده، انا بسميه مفرقع كده اهو. ده طبعا العمود ده حديده طبعا كده ايه مستوي. لو كان في شاكوش كنا عايزين نكسر ده عشان نشوف حالة الحديد. في حد هنا معاه شاكوش كده ولا حاجة؟ في؟ طب ممكن تجيبوا لنا؟ الناس اللي عندها رخام راكب على العمدان طبعا هم عارفين نفسهم طبعا. ادي اللي احنا هم طبعا بيقول لك ده ما فيهوش حاجه، ده رخام اصله مش عارف جبس وكلام من ده. بص بعد شيل الرخام بنلاقي هنا الطبقه بتاع المحاره اللي راكبه قبل الرخام، او اذا كان بقى دي خرسانه مشروخه. تعالوا بصوا بقى الناحيه الثانيه اهو. بنتفاجئ جوه طبعا من حاله الحديد بالمنظر ده. فاصل الحديد بيصرخ يكسر الخرسانه وبيكسر التشطيب حتى لو كان رخام. ده مش هنش على ما جاش ما تعوروش. عايز افرق. بس كفايه. اللي هي ايه، خلي بالك بقى انا عايز اخش جوه عشان اهو. بصوا بيتفتفت في ايدي اهو اهو. ايه بقى اللي هتاخد ايه بقى من السيخ ده تاني؟ اللي عايز يرمله بالرماله يا رب نسمع. طيب نشوف ايه هو الايه الاماكن دي مقفوله ليه؟ لا قميص طبعا ده كده عايز قميص حديد. طبعا بيتعمل اعاده تصميم للعمدان دي تاني، تدخل على البرامج وتتصمم تاني سواء اتصممت قبل كده او ما اتصممتش، عشان كمان بيتعمل بقى حساب كود الزلازل وكده، وتشوف التسليح بتاعها ايه وبتتصمم بتسليح جديد يركب، والحديد القديم ده يتعزل وبتتضخم مدفع الخرسانه. ده والكاميرا؟ طبعا، والكاميرات كمان. كل ما هو متهالك. اتفضلوا من هنا. يعني احنا هنجيب بقى كده حد بهيلتي لان هي مشرخه برضو اهي. هنجيب حد بهيلتي يكسر على العمود ده ويكسر على العمود اللي قصاده، هو فيه برضو نسبه رطوبه. وبالمره بقى بص ايه ده؟ لا بالمره، ما انا اللي هقول بقى بالمره بقى هنكسر سوك العمدان دي معاه هيلتي كده، ويجي عند كل عمود من دول ويكسر لغايه ما ننزل الحديد، وبناء عليه يتاخد القرار في ايه المتضرر وايه اللي فيه مشكله وايه اللي هيتحل وايه اللي ما يتحلش ويتحل ازاي وتكلفته قد ايه. تمام؟ بس